دول مصنعيتهم كام؟ دول هتلاقيهم ممكن مثلا في حاجات تصفية زي كده تعملها من 45 زي ده زي ده. وفي حاجات جديدة تعملها أكتر، هتلاقي واحد 90 يعني 45 90. ومفيش حاجة كده من غير، يعني دي بس كده من غير دي؟ لا. لازم التاتش ده. الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر. الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده المره دي بقى من مجوهرات العزيز بالله في الاميريه في حدائق القبه، كمان ليهم فرع في المقطم. تمام كده. بقالهم 30 سنه في سوق الذهب. بصراحه امانه، يعني ما شفتش بعد كده بصراحه، امانه جدا جدا في طريقه التعامل. تمام كده. بالذات الفرع اللي انا بتعامل معاه ده اللي هو فرع العزيز بالله في الاميريه في حدائق القبه عند شارع الترعه. من يعني ممكن تدخلي له من ناحيتين، من ناحية شارع الترعة ومن ناحية شركة الأدوية اللي في محطة الأميرية اللي عند برضو جمعية رسالة، يعني في نفس المحطة. تمام كده. في كمان مسجد الناحية التانية بس مش فاكرة اسمه. اوكي. برضو ممكن اسيب لكم لينكات الفيديوهات اللي قبل كده، او انتوا لو عملتوا سيرش على القناة نفسها هتلاقوا فيديوهات للدهب المستعمل وشارحة فيها العنوان ومصورة. بس المرة دي انا ما صورتش، انا دخلت على المحل على طول. تمام كده. هنا التشكيلة دي بتاعت الخواتم دي تبدأ أسعارها من 70 و90. تمام كده، لأن دي ماركات وفيها فصوص وشغل وكده. طبعا كلها عيار 18 وفي منها برضو عيار 21، بس دولت اللي طلعهم لي. اوكي. دي التشكيلة دي كده. زي ما قلنا الأسعار بتاعتها طبعا معظم الشغل في الفيديو ده كله جديد. تمام كده. الدهب المستعمل مش موجود بصراحه، مصورتوش في الفيديو دوت لظروف ما، يعني الوقت ما كانش مسامح وكده. تمام. وزائد ان هتلاقي فيديوهات كتير جدا عليه، زي اللي انا ممكن احط لكم كده كام صوره للذهب المستعمل عنده. ومصنعياته بتبدا من 20 جنيه للجمعه البيضاء بقى. تمام كده. ف في حاجات حلوة يعني بصراحة، منزل حاجات حلوة يعني، زائد ان سعر الذهب نازل. تمام كده. شفتوا الخاتم اللي انا مسكته ده حلو قوي قوي، بس هو واسع فعشان كده مطلعتوش قسط ولا حاجة. ماشي. وهنا دي كده الانسيال متوسط متوسط مصنعيتها 85 جنيه. تمام كده. يعني ما بين تقل وما بين تزيد. اوكي. والجرامات بتاعتها ما بين 5 جرام 6 جرام 7 جرام لحد ما توصل ل 9 جرام. تمام كده. وممكن كمان الكاريتير ده يكون 10 أو 11 جرام. الكاريتير اللي هو حلقات كلها جنزير دي. تمام كده. ماشي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده من غير فصوص، وفي بفصوص، في اشكال كتير، في رقيق وفي سمبل خالص وفي خفيف قوي اللي هو فيه الثلاث فراشات دول. تمام. وفي كمان الاخف منه اللي هو فيه قلوب ده. ماشي. يعني في اوزان كتير واشكال كتير. ماشي. وكله طبعا اللي يرد بالفصوص بيرجع. تمام كده. وده كده اسم المحل على مكتوب على الذهب اهو، العزيز بالله. تمام. ماشي. وفي كمان اللي هو فيه الجرس، يعني في شكل الجرس قدامكم اهو. وفي اللي هو البرق ده. ماشي. وفي برضه على شكل، في شكل قافل اهو، يعني في واحد انسيال شكله شيك قوي بصراحه، شكله حلو يعني. وشكله برضه مش خفيف، يعني ايه، وسط كده. تمام كده. اللي هو فيه البرق والجرس وعلامه وشكل القفل. تمام كده. دي كده تشكيلة الانسيالات او عينة من تشكيلة الانسيالات. بصراحة يعني انا مش كنت رايحة اصور، فصورت كده عينات من كل حاجة، وكتر خيري بقى على كده. تمام. آه بصوا بقى، انا حابه كمان ان انا افرجكم تشكيله تانية من الاساور، وتشكيله من الخواتم، وتشكيله كمان من الدبل. يعني لو في عروسه ولا حاجه وعايزه تشتري حاجات بمصنعيه مناسبه عنده. برضو دي تشكيله تانية زي في الانفينيتي، هي انسيال الانفينيتي ده خفيف خالص. ماشي. وبرضو البرق، انسيال البرق وانسيال الفراشات زي ما قلت لكم. ماشي. بس حلو قوي ورقيق الانفينيتي. تمام كده. عايزه اقول لكم كمان زي ما قلت لكم ان انا بس بقرب لكم كده عشان توصلوا لكل شكل بكل تفاصيله، يعني ايه، توصلوا لكل التفاصيل بتاعه الانسيال. بصوا في الانسيالات الدواير ده، في فيونكة صغنطوطه كده لجوه. اعتقد ان دي مش فصوص. بصوا.
وزي ما قلت لكم كده المصنعيه بتاعته 85 متوسط. اوكي، ممكن تزيد وممكن تقل طبعا على حسب ايه سعر الذهب. هنا بقى دي تشكيله الخواتم. بصوا دي تشكيله الخواتم حلوه قوي. ندخل بقى على تشكيله الاساور. لا ما سمعتش. متوسط 85 متوسط. شفت دي بقى لا في فصوص ولا اي حاجه خالص. بس خلاص واحد مش هيشتري حاجه. بس دول كده اللي موجودين عندك. دي مصنعيتها كام؟ لما مرة بتعملها 110. ودي زي المونيكير كده صح؟ لا دي كمان فظيعة اوي. والاحجار الكريمة دي لما بترجع عادي؟ ايه؟ ولا اللي واحد بياخدها مش بترجع؟ لا بترجع. هو شبه بعض بس ممكن اختلاف المقاس. مصنعيتها كام؟ 85. ودي؟ دي 95 دي 110 ودي 95. الحاجات الجامدة اللي من غير فصوص لازم تبقى طبعا اغلى. جميلة ما شاء الله. طبعا انا سايبه كده جزء من الصوت الاصلي للفيديو. تمام. زي ما انتم شايفين كده دول كل الاساور دي الحجر اللي فيها الاسود ده بيرجع بيه. وكمان الاسوره الساده خالص هي شغل الفايبر ده لسه نازله جديد في السوق ماركه لامور. حلوه جدا ومميزه. وكمان المصنعيه بتاعتها 95. تمام كده. وطبعا ممكن يعمل معاكي واجب لو في تصفيات او كده. ما فيه دي مصنعيتها كام؟ جميلة ووزنها غالية. هي وزنها حاجة 90 برضه بس دي؟ ايوه تقيلة. والمدورة دي؟ استنى، المدورة دي مصنعيتها كام؟ يا سيدي المصانع كلها زي بعضها في التسعينات يعني. بس يعني اقل وزن؟ دي 3.5 تقريبا. 3.5. خلاص بس مفيش حاجة تاني صح؟ هنا بقى كنت عايزة اقول لكم ان مصنعية الدبل تتراوح ما بين 70 ل90. بس هي كانت 70 دي السنة اللي فاتت. تمام. بقت دلوقتي 90. واي نوع دبلة زي ما انتم شايفين كده تتراوح ما بين 70 و90 جنيه على الجرام. زائد ان كل الدبل اللي شكلها حلو في عيار 18 عيار 21 مفيش فيه دبل اصلا مش عنده منه عيار 21. تمام كده. زائد كمان عايزه اقول لكم ان كل الاشكال عنده شكلها حلو يعني جديده وكده فيها فصوص من غير فصوص اللي انتوا عايزينه كله هتلاقوه. زائد ان كان ممكن يعني كان في شغل تاني بس زي ما قلت لكم كده يعني ايه خدت اللي كان رصه اصلا. كان لسه في شغل تاني لسه هيرصه بس انا كنت مستعجله كنت عايزه اللي ارصه بس. تمام كده. وكمان كنت عايزه لكم على حاجه ان الدبله الساده اي نعم شيك كده بس بتخربش بسرعه. مش عارفه بعد اللي حابه ان هي تقتنيها وكده هتعرف تحافظ عليها وان هي متتخربش منها. تمام كده. في بقى اشكال تانية ممكن اللي هي تبقى شكلها حلو في نفس الوقت معنى اصح يصب من جوه يعني مش مفرغه عشان المفرغه بتحبس ميه وبتضايقك. الصب اللي هي ايه اللي هي المحببه دي الصوره مخيمه دلوقتي هظبطها. ماشي. وفي كمان عايزه اقول لكم ان الاوزان اقل دبله 3 جرام ونص. هتعملي حسابك على كده ممكن توصل ل 6 جرام و7 جرام. تمام. يعني اعملي حسابك ان مفيش دبل اقل من 3 جرام ونص في الدبل. تمام. واعملي حسابك كمان ان عيار 18 في الدبل اشيك من عيار 21. وكمان
يعني مثلا كده اقل حاجه مثلا دبله تكون 3 جرام ونص، ممكن تعمل معاكي في حدود 3800 4000، طبعا بالمصنعيه الكلام ده تمام كده. بصوا البامب دي حلوه قوي وشكلها حلو ومميز. والجرام بتاعها بكام؟ ويد لهم ب 90 ب 95 ب 90 يعني. لا زي بس يعني الساده دي بيقولوا بتتخربش بيبقى شكلها وحش. واخدت بالي كمان ان الدبله الساده اللي هي بصوا في منها ستريت عريضه ساده، وفي منها البامب اللي هي المدوره دي، ماشي. يعني في كذا حاجه، وكمان في بقى البامب المفرغه، في البامب الصب من جوه، فانت اختاروا البامب اللي الصب من جوه حلو قوي قوي. بصراحه الاتنين جمال يعني في اللبس، وكمان في البامب العريضه والبامب الرفيعه. وانا استلكم اتنين بس وبس كده. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.